بالله عليكم احنا ارهابيون؟ تم إدراجي أنا وزمايلي أشخاص إرهابيين. صدعوا دماغ أبونا بأن الإرهاب جاي من عندنا وإحنا اللي بنقتل واحد، حد لا بيقتل ولا بينيل. ايه طبيعة الاتهام اللي ممكن يوجه لصحفية بتقول رأيها على صفحة في الفيسبوك؟ بالله عليك احنا ارهابيون؟ اتحدى حد يجيب جمله فيها دم او قتل او ارهاب. وأنا عملت إيه أصلا؟ اتحدى جمله. إيه الجريمة اللي عملناها عشان نتحط على كيانات إرهابية؟ اقتلوا ظباطه. انجز اجناد الارض. انا بقول لكم على الهواء اقتلوا ظباطه. موت اللي تقدر عليه تموت. المجندين والظباط دول مش بني ادمين، دول كفرة. اذا رايتموهم في الشوارع فاقتلوهم. الناس اللي في الداخل أنا بقول لهم أشدوا على أيديكم وتوكلوا على الله واستخدموا كافة الأسلحة. 1000 شاب فدائي سوف يقومون بالمواجهة مع ضباط وقوات العسكر. اللي يقدر يجيب رقبه واحد منهم كلاب واهل النار ربنا هيكرمه. الدعوه صريحه للقتل. مفيش حاجة اسمها ضباط شرفاء ولا العساكر الغلابة، مفيش حاجة من دي خالص. فتياتكم ونساءكم ليسوا بعيدين عن أيدينا. الظباط واسرهم وزوجاتهم واولادهم وقرايبهم. تذهب الثوار الى بيوت هؤلاء، كل اسره ضابط معاهم، يلا كل العيله، وعجبهم من على السراير وهيتم سحلهم في الشوارع المحروسه. أيوة يا حاج ظابط. ألو، مش أنت عندك، ما أنت عندك بيت. استهداف بناتكم ونسائكم قولا واحدا. أيوة يا حضرة القاضي. ألو، مش أنت عندك، ما أنت عندك بيت. هي هتبقى كده. واستخدموا كافة الأسلحة بما فيها يعني اللي هي المدمرات كمان، يعني مفتوحة. لو شفت ظابط اقتله واخلص. هيتقتل وهيتضرب وهيتسحل. اخواننا المجاهدين في سيناء نشجعهم ونساعدهم، اي امداد لوجستي ليهم نعمله. بالله عليك احنا ارهابيون؟ إيه الجريمة اللي عملناها عشان نتحط على كيانات إرهابية؟